بصوا يا جماعة، في حاجة كده منتشرة. عايزة اتكلم معاكم فيها. موضوع ان احنا بنودي ولادنا تمارين، ان انا اودي ابني وابني او بنتي تمرين سباحة، كورة، كاراتيه، ايا كان نوع التمرين. اللي بيحصل انه انا المفروض بودي ابني التمرين عشان يتعلم مهارة معينة، عشان يبقى عنده رياضة كويسة، يبقى جسمه سليم، يتمتع بصحة جيدة. او ان انا في مجتمع بيودي تمارين فانا بقلد وعايزة اودي تمارين. اتفاجئت يا جماعة ان في كم مدربين سباحة تحديدا بيتعاملوا مع الطلبة والاطفال والمتدربين على انهم عبيد، بهايم، بينزلوا فيهم تلطيش وضرب بشكل غير طبيعي. المصيبة مش هنا، الكارثة بقى ما بتقفش لحد كده. الكارثة ان احنا بنكتشف ان الاهالي سواء كان اب او كان ام هم اللي قايلين للمدرب اعمل كده في ابني وبنتي، قال عشان بيتدلع، قال عشان يتعلم السباحة. ما ان شاء الله مع انه اتعلم، ما ان شاء الله مع انه راح تمرين. هو حضرتك او حضرتك فاكرين انه لما ابنك يتعرض للأذى ده في جمع من الناس، ما هو هيتهزق ويتهان في وسط الناس اللي قاعدة مستنية ولادها يخرجوا من المية ويخرجوا من التمرين، ووسط الأطفال كمان أو المتدربين كمان اللي موجودين وبيتدربوا. حضرتك مسحت شخصيته بأستيكة، زائد تطلع طفل أو شخص رياضي بيتمتع برياضة وصحة رياضية وجسد رياضي، هتطلع لنا شخص مريض نفسي مجرم. ده مشروع صناعة المجرمين، ان انا ذله وهينه وهزقه واضربه وامسح بيه الارض. ويبتدوا يقولنا بقى ابني بيسرق، بنتي بتكذب، بنتي منعزلة، ابني عدواني مع اصحابه في المدرسة، ابني بيرد على المدرسين، ابني ما بيرد عليا ومسكني مبهدلني لما وصل سن المراهقة ومش قادر عليه ومش قادرة عليه. حضرتك حميته وهو صغير؟ حضرتك حميتيه من المدرب المجرم اللي أذاه نفسيا وشوهه نفسيا؟ حضرتك سمحتي لكائن لا يمت للبني آدم ده بعلاقة أو بصلة أيا كانت إنه يأذيه ويشوهه تحت دعوة عشان يتعلم حاجة مفيدة؟ إن شاء الله ما اتعلم، إن شاء الله ما اتعلم، يعيش بصحة نفسية سليمة، ولا إنه يطلع سباح عالمي. هيطلع إيه في الآخر يعني؟ عايزاه يطلع إيه في الآخر؟ طب هو يطلع سباح عالمي بس مش عارف يحمي حدوده، مش عارف يمنع حد من إنه يأذيه ويهينه. حضرتك وحضرتك بتعملوا مشروع بلطجي، ومشروع زوج فاشل وزوجة فاشلة، ومشروع إنسان لا قيمة له، مش مدرك لقيمته أساسا، أو شخص جبان خايف ضعيف، لا بيقدر ياخد قرار ولا بيعرف يحمي نفسه، عشان ببساطة الناس اللي كانت المفروض تحميه وهو صغير تخلوا عنه وخذلوه، فأصبح مع نفسه. انتوا اللي بتصنعوا المرضى النفسيين، الأهل هم اللي بيصنعوا المرضى النفسيين. الأهل هم السبب في إن أغلب
العيادات النفسية اليومين دول كلها للأسف شباب ومراهقين. وعايزة أقول لكم إنه في أقل تحت سن المراهقة بيرتاد العيادات النفسية، مش عشان تعديل سلوك، عشان مشوهين نفسيا بسبب عدم وعي الأم والأب. بتخلفوا ليه؟ بتخلفوا عشان تودوهم لحد يمرمطهم ويمسح بيهم الأرض ويضربهم ويطحنهم؟ بتخلفوا ليه؟ بتخلفوا عشان تتباهوا ان انتوا بتودوا عيالكوا تمارين؟ بتخلفوا عشان تتباهوا ان انتوا عندكم القدرة ان انتوا تخلفوا؟ افتكروا كويس ان عيالكوا دول امانة هتتحاسبوا عليها تماما، زي ما هتتحاسبوا على صحتكم، زي ما هتتحاسبوا على فلوسكم، زي ما هتتحاسبوا على اي بني ادم هتأذوه. واوعوا تفتكروا ان ولادكم ملككم، ولادكم امانة ربنا اودعها عندكم. شوفوا بقى انتوا بتعاملوا الامانة ازاي.